وخبز كثير من شغلات كثيرة عن المخبزة من طبعا هذه الخبزة من ايدين الطاهي والطباخ والخباز ابو بسام، يعرفنا عن طريقة الخبز اليمني الملوح. طبعا هذه الخبزة على النار بعد ما جمعها من كيف سويتها هون؟ طبعا هذا العجين قام بجمع 3 قطع مع بعض. هنا السمك السمك التنور. هذا كمان بيعمل السمك. طبعا هذا سمك يمني، طريقة طبخ يمني، بهارات يمنية. طبعا الآن أبو بسام يفرجينا الخبزة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الملوح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زيادة عن متر 80 مربع. طبعا هذا الملوح اليمني ما شاء الله. الخبزة يعني كم متر في متر؟ نص متر. نعم. متر في نص. نعم في 80. ما شاء الله ما شاء الله. هذا طبعا الملوح اليمني قام بعمله بأداء متقن بمهارة. طبعا هذا مش بالأمر السهل، هذا بده خبرة أقل شيء 10 سنوات. الأخ صار له 15 سنة. طبعا هذا صورة الخباز أبو بس. ما شاء الله. ايش كمان اللي بتقدمها للخدمات الثانية غير الملوح؟ شو بتسوي؟ فتة تمر، رطب، فتة صغار، فتة معصوب، العريكة بالقشطة. بتسوي المعصوب يعني معروف بأنواعه. الناس بتحب المعصوب كثير. اي نعم. الله يعطيك العافية. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك بالتوفيق والنجاح ولا مستقبل افضل ان شاء الله.